في الفترة الأخيرة انتشرت لعبة سباينر بشكل ملحوظ في بلادنا العربية، وخاصة في منطقة الخليج، بحيث أصبحنا نرى الكبار يلعبوها قبل الصغار. ولكن المفاجأة أن اللعبة لم تمر لها إلا أيام قليلة، وإلا خرجت إشاعات كبيرة ضد هذه اللعبة، منها تقول أنها مفيدة للأعصاب، البعض الآخر يقول أنها تسبب خطر للأطفال. وفي هذا الفيديو سنشارك لكم بعض المعلومات التي حصلناها من مصادر موثوقة. بداية، لعبة سباينر هي لعبة ثلاثية الأجنحة، تقوم بالدوران بشكل محوري حول نفسها، وتستمر الأجنحة في الدوران إلى 3 دقائق من دون توقف. والممتع في اللعبة أن لها ألوان رائعة، وتزداد روعتها في أثناء دورانها لتعطي شكلا جماليا رائعا، وتكسب من يلعبها الهدوء والتخلص من التوتر. اكتسبت هذه اللعبة شهرة كبيرة جدا في المواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة في الفيسبوك والإنستغرام وتويتر، بحيث أن الهاشتاج الخاص بها تصدر الأول على المواقع. من الممكن أن نقول أن الكثير من الأولاد والبعض من الكبار قد وصلوا لحالة الإدمان، وهناك من رأى أن اللعبة سيئة وأن لها هدف من ورائها، ولكن لا يوجد باللعبة شيء خطير، ونستطيع أن نقول اللعبة كونها مثل أي لعبة إلكترونية، وتعتبر أقل خطورة منه أيضا. وفي حلقتنا اليوم إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى اللايك والاشتراك،